كم مرة صحيت قبل كده وانت مقرر ان النهاردة يوم التغيير وبتقول لنفسك النهاردة هركز وهخلص كل اللي ورايا، وفجأة لقيت اليوم خلص وانت ما عملتش اي حاجة؟ لو ده بيحصل معاك خليك عارف المشكلة مش فيك انت، المشكلة في الطريقة اللي بتدير بيها يومك. انت بتتفرج على الفيديو ده عشان فعلا تعبت من الوقت اللي بيضيع وعايز تعرف ازاي تستثمر كل دقيقة عشان توصل لهدفك. معظمنا فاكر ان مفيش وقت، لكن الحقيقة إن وقتنا بيتسرق ومن غير ما نحس خالص. لو قلت لك إن بعد الفيديو ده يومك هيكون فيه بركة وساعات أكتر من أي حد تاني، تصدقني؟ أنت بتذاكر بس حاسس إن لسه عندك حاجات كتير لازم تخلص، وقتك بيجري وإنت مش عارف راح فين. الهدف موجود بس الطريق مش واضح. في الفيديو ده هنمشي مع بعض خطوة بخطوة عشان ننظم وقتك صح. طبعا كلنا عندنا نفس ال 24 ساعة، لكن في ناس بتنجز فيهم المستحيل كأن يومهم فيه ساعات أكتر مننا. وبما إننا عارفين إن ده مش حقيقي، يبقى مفيش غير احتمال واحد: الناس دي بتعرف تتحكم في رتم الوقت. إدارة الوقت مش معناها إنك تطحن نفسك شغل طول اليوم. إدارة الوقت هي إنك تشتغل على الصح في الوقت الصح. ودلوقتي خلينا ندخل في الحل العملي، 5 خطوات بس وهتحس بفرق حقيقي في حياتك. بس قبل ما نبدأ اكتب لي في التعليقات إيه أكتر حاجة بتسرق وقتك. الخطوة الأولى: اعرف وقتك بيروح فين. مستحيل تقدر تستثمر في حاجة وانت أصلا مش عارف رصيدك منها كام. جرب التمرين ده لمدة يومين بس، سجل كل حاجة بتعملها كل ساعة، ورقة وقلم، موبايل، أي حاجة. هتكتشف إن وقتك بيضيع في 3 حاجات: سكرول ملوش نهاية على السوشيال ميديا، تنقل عشوائي بين المهام، وفترات هبدأ كمان شوية اللي ما بتخلصش. الخطوة التانية: غياب الهدف الواضح. لما توفر وقت لازم تعرف هتحطه في ايه، لانك لو حددت هدفك غلط حتى لو عندك وقت الدنيا كله مش هتوصل لحاجة. معظمنا بيقعد يذاكر وهو مش عارف هو عايز يطلع بإيه. تفتح الكتاب وتقول هذاكر شوية، وبعد ساعتين تكتشف إنك ما حصلتش حاجة. ده مش تقصير منك، ده غياب هدف. عقلك محتاج وجهة عشان يشتغل بكفاءة. من غير هدف عقلك بيفضل في وضع الاستعداد مش الإنجاز. ما تقولش عايز أذاكر شوية، قول هخلص الفصل الأول في ساعتين، أو هحل 20 سؤال. كل ما كان الهدف واضح كل ما كان التنفيذ أسهل بكتير. جرب دلوقتي واكتب هدفك. كل ما كان الهدف واضح كل ما كان التنفيذ أسهل بكتير. جرب دلوقتي واكتب لي هدفك في ورقة وقول لي في الكومنتات إيه هو هدفك اللي عايز تحققه. لو أنت لسه مكمل معايا لحد هنا يبقى أنت فعلا عندك نية صادقة للتغيير. الخطوة رقم 3: قسم وقتك، تايم بلوكينج. بدل ما تسيب يومك للعشوائية قسمه مربعات: ساعتين مذاكرة، نص ساعة راحة، ساعة مراجعة. لما الوقت بيبقى متحدد، الجلسات الطويلة اللي بتهد التركيز، تقعد تذاكر ساعتين 3 متواصلين، دي مش شطارة، دي وصفة للفشل. الدراسات بتقول إن التركيز بيبدأ يقع بعد 44 دقيقة بالكتير. لما بتضغط على نفسك وتكمل، انت مش بتذاكر، انت بتبص في الورق وعقلك في كوكب تاني. الحل: تقنية البومودورو. اشتغل بذكاء مش بمجهود. الأسلوب ده بسيط جدا: ركز تركيز كامل لمدة 25 دقيقة، خد 5 دقايق راحة حقيقية. بعد 4 جولات كافئ نفسك باستراحة طويلة نص ساعة. الراحة مش كسل، الراحة جزء من الشغل، لأن ده الوقت اللي عقلك بيثبت فيه المعلومات. الخطوة الخامسة: اقفل مصادر التشتت. عدوك الأول هو الموبايل. جرب تحطه في أوضة تانية أو اقفل النت وانت شغال. صدقني نص مشاكلك هتتحل بمجرد ما تبعد المشتتات دي عن عينك. افتكر دايما إن كل يوم بيعدي وانت مش بتقرب من هدفك هو يوم بيبعدك عنه أكتر. الفرق بين الشخص الناجح والشخص العادي مش في الوقت، الاتنين عندهم 24 ساعة. الفرق الحقيقي في مين عرف يستغلهم صح. ابدأ من النهاردة مش من بكرة. راقب وقتك، حدد هدفك، وابدأ ولو بخطوة صغيرة. ولو عايز فيديوهات أكتر تساعدك تركز وتنجز، اعمل سبسكرايب واستناني الفيديو الجاي.